ما يعفيش هذا من احترام الحجاب، لازم اكو ثوابت. اما انا جسم طالع يعني بهذا الملابس الضيقه ما اعرف شلون، ويقول لك والله انا ساهمت، لا، الحسين سلام الله عليه بالسباق يقول لهم كثفوا من ملابسكم، لا تتعرضون لشيء من الابتذال، لا تتعرضون ان الشيء اللي يخالف الحشمه، يخالف الوقار، يخالف العفه، يخالف الحجاب. وان يكون هسه احنا يعني نطالب البنات بالحجاب، طالب البنات بالحجاب، مو تغطي وجهها يعني حتى يفهمونا، يعني مو نريدها تلبس بوشيه، لكن نريد الملابس شويه فضفاضه يعني تستر الجسد. لكن بالمقابل اللي نطالب به البنات احنا مطالباتنا هم منصفه. ليش؟ لانه احنا عندنا موازيننا ما نتعامل مع الامور بموضوعيه. يعني احنا نضغط على المراه بالحجاب والولد يتمشى مثلا بالعشار لابس برموده، يا ليش؟ هذا ولد، وادري ولد، يعني انت ولد ما عليك حشمه، يعني ما عليك وقار، ولازم تحترم الجو العام، تحترم الثقافه، تحترم الموروث الاجتماعي. ما يصير عمي كانت الناس، انا اخاف يقولون متخلف من اسولف، يعني ذيك الناس احنا المتخلفين لو ذيك الناس متخلفه. انا اتذكر الناس كانت اذا يريد يجي للديوان للمضيف الى هذه يمشي بالشارع عبايته يلمها صوبين، اخاف الهواء عالي ويضربه بوجه الرجال. مو جي عم الحياه اكو العفه الشياب، لو مو هالشكل. شنو اللي صار يعني هسه؟ شباب برموده يتمشى بالشارع ويروح للسوق ويسوق ويجي ونص جسمه طالع، والله شنو هذا رجال. والمراه لازم تلبس حجاب. الولد يرجع الساعه 1 بالليل، ليش؟ لانه ولد ما تعرف بيه وين رايح. لكن بنيه ما تطلع حتى للزياره. الولد من حقه ان يختار اللي يريدها ويقول ويصيح باعلى صوته، البنيه ما من حقها ان تختار اللي تريده. واذا اجى واحد عليه شبهه اراده او رغبه يعصبون وياه الا ما نعطيه اياه هذا، لانه شلون يقول انا اريدها؟ مو هيك هذا مجتمعنا، مو غير. بنيه لازم ما عندها تليفون، حتى صرصور ما عندها صغير، وهذا عنده ايفون حجي ومشبك ويا المغرب وي مدري وين، وطب يطلع من برنامج يدخل ببرنامج. إيه هذا ولد، ما له علاقه بالموضوع. طيب شنو الموضوع يعني؟ شو الفرق بين التربيه والتربيه؟ الولد يحتاج تربيه والبنت تحتاج تربيه. البنت عندنا بوفق مقاييسنا الاجتماعيه الان تعرض فقط للنقد، فقط للضغط النفسي، الضغط الاجتماعي، وبعدين تبقى نفاتها القطار عاد ما تحتاج. انت من يصير عمرك 50 سنه ما يفوتك القطار، تظل تدور النسوان. هسه اللي عمره 50 60 وتموت زوجته يترك الزواج يبطل. لكن البنت اذا صار عمرها 30 35 يقول لك خلاص هاي فاتها القطار، ادري شنو اي قطار فاتها القطار، اتصل خوش ادمي ودور لها محطه تركب منها. تقدر لو ما تقدر مثل ما تدور لابنك محطه؟ ابنك اذا عمره 40 اذا عمره 50 تتوفى زوجته ينفصل، تزوجه لو تخليه عازل؟ زوجه. طيب هم ابحث من هاي، اخطب لبنتك مثل ما تخطب لابنك. احنا ترى عندنا ظلم في مقاييسنا، المفروض ان نعيد النظر بسلوكياتنا، نعيد النظر بوضعنا بما يتناسب مع. بس اكو نقطه ببالي، لا زالنا في ذكر القطار. وزاره النقل تشتكي من اعتداءات مستمره على القطار. قطارنا الصاعد من البصرة إلى بغداد وبالعكس، أطفال يضربوا بحجارة، يعني طابوه بحجار يكسرون منه جام شيء. أرجوكم إخواني، هذه المفروض أن نربي أولادنا، نربي أولادنا على عنصر نسيناه مهم جدا، أن نربي أولادنا على الوطنية. حب الوطن من الإيمان إخواني. إحنا ترى الوطنية انسلخت من نفوسنا بحكم الطواغيت، بحكم الضغط النفسي اللي مر علينا من الدكتاتورية، بدينا حتى وطننا نكرهه. خلينا نربي أولادنا على وطنية، أن هذا القطار حلالي إلي لازم ما يتهشم. أربي ابني المفروض من يكسر الرصيف يعرف أن هذا ملك عام مال الناس. أربي ابني من يشوف القلوب مصباح والشمس قوية يروح يطفيه. أربي ابني أن يحترم رجل المرور، هذا اللي واقف يدق به الشمس والمطر والهواء والبرد والحر حتى ينظم السير وحتى الحياة تمشي بانسيابية طبيعية، وواقف يضحي بنفسه والتراب. خلي أحترمه، مو لأنه ما يقدر يحجزك وما يقدر يأخذ إجازتك وتسوق بدون إجازة ما تحترمه. أربي ابني أن يحترم رجل الأمن بالسيطرة، أفتح له الجنطة تفضل عمي تفتش، أنت تحميني، أنت حرصا على دمائي جاي تأدي واجبك. خلي ربي ابني على احترام المعلم.
اللي من رئيس الجمهورية إلى أصغر واحد بالشعب مدين للمعلم، مو مدين للمعلم يعني ايش يصير المعلم؟ فإذا أدنا يكون الحس الوطني شوية يصعد، نحتاج لنا وطنية، بلدنا محتاج ناس شرفاء، ناس أحرار، ناس وطنيين يلي يقدر ينهض ويتغير واقعه. المهم، فالإمام الحسين سلام الله عليه أوصاهم بالصبر ولبس الإزر، بعد حول إلى نقطة أخرى: واعلموا واستعدوا للبلاء واعلموا أن الله حاميكم وحافظكم ومنجيكم من شر الأعداء. بس قد واحد يقول شلون تقول يعني شلون تقنعني أن الإمام الحسين من يقولون أن الله حاميكم، وين الحماية صارت؟ شو سببوا؟ شو حملت على الأكوار بعد خدورها، الله ماذا تحمل الأكوار. صح أنا وياك سبيت، لكن وصلت إلى حد الابتذال؟ خاف واحد يعني يقول لك إنه وصلت إلى حد الابتذال. لا، الحشمة والوقار موجود. الله تبارك وتعالى حاشا لله أن يوصل زينب وأخوات زينب للابتذال. المقام والكرامة محفوظة، سبي نعم حصل، لكن الكرامة محفوظة مو بسبب لطف الأعداء أو طيبة أخلاقهم، وإنما من خل أضرب لك مثل. الحوراء زينب سلام الله عليها دخلت على عبيد الله بن زياد، من دخلت على عبيد الله بن زياد صار يقرها، قالها: الحمد لله الذي فضحكم وأكذب أحدوثتكم. طبعا هذا دليل على كفره، مو حدوثه يعني النبوة، يعني ما لها صحة، أنت أصلا مو أنبياء. قالت: إنما يكذب الفاسق ويفتضح الفاجر وهو غيرنا، مو إحنا. قال: كيف رأيت صنع الله بأخيك والعتاة المرد من أهل بيته؟ تعبير قدر أجلكم الله، وين عن المعبر وشخصيته. قالت: والله ما رأيت إلا جميلا، ما شفت شيء. هؤلاء قوم كتب عليهم القتل فبرزوا لمضاجعهم، وسيجمع الله بينك وبينهم وتحاج وتخاصم، فانظر لمن الفلج، تكلتك أمك يا ابن مرجان. صكت مسامع الكلمة، هو مو سامعها، صكت مسامع الكلمة، لا يم واحد قدر يحكيها ولا واحد من دول الكبار قدر يسولف وياه. وإذا هاي امرأة شنو رد الفعل؟ دائما الطواغيت إذا أحجمت ألقمت بالحجة، شو يرد عليك؟ بالشتيمة بالسبال، ودا يلوحك بالضرب. فمد يده إلى محزم رجل، أخذ منه صوت وجاء يتخطى الرقاب. تخطى الرقاب شريد يريد يضرب زينب. هذا شيء شيخ هادي كشف الغطاء رحمة الله عليه عند المقبولة الحسينية. المقبولة الحسينية سيد عبد الرزاق المقرم يرويها، يقول: حدث لي إياها، سولف لي هالحادثة شيخ هادي. يقول: قال لي من كملت المقبولة الحسينية، جنابكم تعرفون المقبولة مو؟ أرجوزة شعر يعني، بس شعر مثل المقتل، يعني المقتل على شكل شعر. يقول: من كملت المقبولة مالتي وصرت أوديها للطبع، أرد أنقلها على بياض بحيث أكتبها كتابة حلوة سنعة. بديت أكتب: وصلت إلى خروج زينب يوم عاشوراء. إيش كاتب شيخ هادي؟ قايل: تود لو أن جسمها مقبور ولا يراها الشامت الكفور. تتمنى الموت بذيك اللحظة ولا تتمنى طلعت بالشارع؟ لأن زينب ما شايفين لها ظل ولا سامعين لها صوت. شيخ هادي يقول: من كملت هذا البيت ورديت أرد أنقل اللي بعده،